التمام محمد صل اللهم صل على محمد وآل محمد. أبشري يا ابنة الأطايب حقا بإمام مطهر للبلاد، هو غوث الأنام من كل أولين ومجير العصاة يوم التموالي. اشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نفتح الباب لنصل إليها وبعض نسائنا فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا، فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله تعالى. قالت فاطمة عليه السلام: فلما دخلت الكعبة شرفها الله تعالى جلست على الرخامة الحمراء ساعة وقد كشف الله عن بصري فرأيت جبرائيل قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة وضرب على الكعبة 1000 ستر و1000 علم من نور ما بين السماء والأرض ثم صعد إلى السماء ومعه جبرائيل وميكائيل وكثير من الملائكة وطافوا بالبيت الحرام ثم أقبلوا علي ومعهم ولدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقدمهم كالبدر الساطع في أوساطهم وهم عن يمينه وشماله. وسمعت جبرائيل يقول: يا محمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك استقبل عليا عند خروجه من بطن أمه. قالت فاطمة: ثم جلس النبي محمد استعدوا لاستقبال الإمام سلام الله عليه وتهيئوا للقيام استبشارا بحلول مولى الموحدين أمير المؤمنين. قالت فاطمة: ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله معي ساعة وما مضت إلا هنيئا وإذا بي قد وضعت للإمام أفضل الصلاة والسلام عليه. يا رسول الله صل على محمد وآل محمد صلوات صل على علي بن أبي طالب صلوات فاطمة الزهراء صلوات حسن بن علي صلوات حسين بن علي صلوات أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد وضعت ولم أرى وجعا ولا ألما بقدرة الله تعالى، فلما وضعت ولدي خر لله ساجدا رافعا يديه ورأسه إلى السماء يتضرع إلى ربه عز وجل كهيئة وضع رسول الله
وابتهاله إلى ربه متعجبة من حسنه وجماله وكماله كأنه الشمس المضيئة، فعند ذلك استقبله النبي محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ورفعه بيده اليمنى من الأرض، وإذا به قد نطق بلسان فصيح وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أني وصي رسول الله محمد سيد. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلى على محمد وآل محمد صلوات. علي بن أبي طالب صلوات. فاطمة الزهراء صلوات. الحسن والحسين صلوات. أئمة المعصومين صلوات. صاحب العصر والزمان إلهي عجل. صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه. صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه. أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بارك اللهم صل على محمد. اللهم صل على أيها الأحبة، نبارك لكم ذكرى ولادة مولى المؤمنين وسيد الموحدين والعابدين ومصباح المتهجدين علي بن أبي طالب عليه السلام. ويشرفنا أن نرفع باسمكم جميعا أجمل التهاني وأسمى الأماني وأطهر وأنقى وأصفى وأفضل التبريكات إلى مقام الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وإلى الكوثر الفياض والكوكب الدري مولاتنا السيدة البتول فاطمة الزهراء عليها السلام، وإلى الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عليهما السلام، وإلى الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، لا سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، سائلين الله له الفرج والنصر والتمكين ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأن يهبنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره لنشهد معه ثأره وقيام دولته. إن ربي سميع قريب مجيب. أولى محطات حفلنا المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد رضا المقابي، مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أحسنت، بارك الله فيك على هذه التلاوة العطرة. جعل الله سبحانه وتعالى القرآن لك إن شاء الله شفيعا يوم القيامة. أيها الأحبة، نجدد الترحيب بكم في هذه الأمسية، أمسية الفرح والسرور، ذكرى ولادة النور العلوي، أمسية الحب الصافي والنقي المقدس لهذه الشخصية العظيمة، أمسية نعزف فيها بأقلامنا وننشد ونتغنى بأعلى أصواتنا، نتباهى بعشقنا لولي الله الأعظم، وننصت لخطاب العقل والقلب والوجدان، نناجي الرب وسيد الأكوان بالشكر بأن جعلنا من الموالين لوليه أمير المؤمنين والسائرين على دربه وخطاه. مولاي يا علي، بحبكم تكون نجاتنا من النار، وبشفاعتكم نرتضي دار الجنان. أنتم سيدي، حبنا الأكبر وفخرنا الأزهر، بحقكم عند الباري نسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويفرج عنا ويقضي حوائجنا. فعن الرسول صلى الله عليه وآله: ألا ومن أحب عليا ناداه ملك من تحت العرش: الآن يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلها. أيها الأحبة، ونحن نحيي ذكرى الأمير علي، وفي مجالس الأمير علي عليه السلام يسعدنا ويشرفنا أن يشاركنا حديث العلم والعلماء، علم من أعلام الفضيلة في بحريننا الغالية، صاحب الجهد الواضح والبين في الدعوة إلى الله ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام في شتى فروع العلم، وبالخصوص في فقه آل محمد والتربية والاجتماع، لما حباه الله من علم واسع وقدرة على البيان من خلال محاضراته القيمة
وحواراته العديدة في مختلف المساجد والمحافل والمواقع والبرامج الحوارية. أيها الأحبة، باسمكم نرحب بالمربي الفاضل سماحة الشيخ رضي القفاص، مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. مسامحة السلة في الخلف، تفضلوا قدام. الأطفال ينزلون، خلي الكبار شوي إذا ما عليكم كلام. تفضلوا. سيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الموالون، أيها الأحبة الموالون، ورحمة الله وبركاته. كل الثناء الذي ذكره والمادح هذا لا يليق بي أنا، يليق بالعلامة من أمثال العلامة السيد جواد الوداعي رحمة الله عليه. لا ينبغي في مثل المحافل قبل لا نبدأ بأي برنامج نذكره. ليش؟ لأن من بصمات الخير الذي عمل عليها هو نشر الدين في المواقع المختلفة. مثل هؤلاء هم المفروض نذكرهم بالمدح والثناء. أما إحنا كطلاب علم نحاول قدر الإمكان أن نؤدي جزء من المسؤولية، فله ولجميع العلماء الماضين الفاتح. أيها الأحبة، الأشهر النور أنا حاولت أطلع، أريد أعرف كم مناسبة دينية في أشهر النور، في شهر رجب المرجب الأصب، وشهر شعبان المعظم، وشهر رمضان، تقريبا 31 مناسبة دينية. وإذا نجي إلى أيام السنة المناسبات الدينية كثيرة، لكن أين نحن من هذه المناسبات الدينية؟ ما هي المساحة في حياتنا هذه؟ ما هي مساحة هذه المناسبات الدينية في حياتنا؟ ما هو مقدار اطلاعنا على هذه المناسبات بحيث تكون حياتنا من حياة هذه المناسبات؟ أيها الأحبة،
لابد يكون عندنا برنامج يسمونه البرنامج المعرفي الخاص بالمناسبات الدينية. هذا البرنامج يأصل الهوية الأصيلة في حياتنا ويأصل بالقيم والمبادئ، وبالتالي هذه المناسبات إذا كانت حاضرة تصنع الشخصية الإسلامية رسالية. كل ما نبتعد عن هذه المناسبات الدينية صرنا كلما اقتربنا صرنا في هداية واستقامة، كلما ابتعدنا عن هذه المناسبات الدينية كنا في ضلال وانحراف. أنا أقرأ على أساس أعطيكم برنامج الليلة، هم برنامج هي كلمة وبرنامج وفكرة. إحنا نقرأ في الروايات موجود، خلنا نروح لأمير المؤمنين، موجود هذا: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. انظروا إلى هذا الحديث: تجلسون وتتحدثون، بعدين جعلت فداء. نعم، الفضيل قال: إن تلك المجالس أحبها. بعدين: فأحيوا أمرنا. إحنا نجلس ونتحدث. هذا الأولى إذا رحنا في البيت واجب يصير عندنا حديث ونتحدث. شيلها 30 الجماعة 25 دقيقة أخلص عليها. كمل البرنامج لو ما كمل عليها، لكن الفكرة بتوصل لكم إن شاء الله. فهذا: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب، انظم إليها. تجلسون وتتحدثون. نجلس ونتحدث في بيوتنا، ونجلس ونتحدث في مجالسنا، ونجلس ونتحدث في بسطاتنا، ونجلس ونتحدث في رحلاتنا، ونجلس ونتحدث في سفراتنا. ما هي مساحة زينوا مجالسكم بذكر علي؟ ايش قد مساحتها في هذه المجالس؟ ايش قد مساحة ذكر أهل البيت عليهم السلام في هذه المجالس؟ كلكم على نفسكم بصير، كل واحد على نفسه بصير. ترى الموضوع كبير، مو فقط البرنامج المعرفي في التسموع، لا، البرنامج المعرفي يعني قراءة، نقرأ في سيرتهم، يعني استماع إلى المتخصصين اللي يتحدثون عن منهاج الحياة. يعني لابد يكون عندك أيها المؤمن برنامج خاص معرفي. بس أنا أبغي أسوي لكم فكرة كيف نفعل ونزين مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. شنو يقول؟ ذكر الله عز وجل عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي عبادة،
وذكر الأئمة من ولده عبادة. وإذا نروح إلى الزيارة الجامعة نقرأ أنهم الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم الأدلاء على الله. ما دام هم الأدلاء على الله فلا بد احنا قدر الإمكان نرفع منسوب معرفتنا بأهل البيت عليهم السلام. مو يطلع الواحد من عندنا يسألونه عن أهل البيت عليهم السلام ما عنده رصيد معرفي بأهل البيت، خطر. فإذا أعطيكم تطبيق الفكرة. الفكرة عبارة عن مجسم. هني هذا المجسم يحوي 14 معصومين، نبدأ بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وننتهي بالإمام الحجة، والوعاء وياهم فاطمة الزهراء. والأئمة عليهم السلام عبارة عن منهج حياة، طريق إلى الله. هم عبارة عن مقامات، مناقب، وصايا، مواعظ، زهد وعبادة، شجاعة، جهاد، أخلاق، آداب، نفع وعطاء. قد نسبة معرفتنا في هالأشياء؟ طبعا هذا البرنامج إذا نريد نطبقه على الأقل نحتاج إلى 3 كتب أو موسوعتين، 3 موسوعات. موسوعة الأولية أعلام الهداية عن حياة المعصومين 14، المجمع العالمي لأهل البيت. والكتاب الثاني السلسلة أو الموسوعة ممتازة جدا، من المهد إلى اللحد. هذه سلسلة ممتازة للعلامة السيد محمد كاظم قزويني رحمة الله عليه. محمد صلى الله عليه وآله من المهد إلى اللحد، علي عليه السلام من المهد إلى اللحد، وهكذا. ونحتاج بعد لتطبيق هذه الفكرة إلى ميزان الحكمة للعلامة الشيخ محمد الريشهري رحمة الله عليه. كيفية تطبيق الفكرة؟ أولاً إن إحنا نسوي المجسم بهالطريقة ونخليه في البيت حق أولادنا وحقنا. وجلساتنا إذا قعدنا نجلس، واحد عنده مجلس صاحب البيت يخلي عنده اللوحة، ولا عنده بسطة يخلي هاللوحة عند المجسم، وإذا يقدر ياخذه بعد في سفره يشيله وياه يرتب بطريقة. طبعا هاي فكرة أنا مسوينها، يمكن أنت بعد صاحب إبداع وفن ممكن تسوي بعد أشياء راقية وفنية بحيث إن تسوي برنامج معرفي بهالطريقة ما في صعوبة وسهل، ويوصل المعلومة بطريقة لطيفة، ويصير عند أبنائنا وعندنا دائما أهل البيت حاضرين عندنا، مو فقط على مستوى الاحتفال والقراية، دائما ويانا. زين، فنسوي هالمجسم بهالطريقة ونعتمد على هالكتب، ثم صاحب البيت وصاحب البسطة وفي السفرة وفي الرحلة يكون عنده هذا البرنامج وياه. طبعا أنا أحب أنتقل من هنا وباخذ نموذج
منهم أمير المؤمنين عليه السلام. زين؟ طبعا هذا المجسم وراء معلومات اللي تختص بكل شيء بالمقام والمناقب والوصايا، بس هذا جزء بسيط جدا، لأن احنا نقرأ. خلي بعد أجيب لكم الرواية العظيمة عن النبي الأكرم محمد. اللهم صل على محمد. تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره. ليش بنذكر الليلة؟ الحين إذا طلعت لكم شي جزء بسيط، لكن شوفوا ثواب هذا البرنامج قد ثوابه، لكن نتمنى واحد بعد يتبنى إلينا المشروع ونكثر من أهل الخير. فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال: النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. زين، خلني الحين شنبالي من وقتي. يلا الحين ما أسوي لكم جولة بسيطة خفيفة حتى نسوي تطبيق عملي على البرنامج، بس في أمير المؤمنين. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجولة أول شيء على الصغار، يعرف شيء عن علي بن أبي طالب. يلا يقوم هنا يجيب لنا شي تعرفوا عن علي بن أبي طالب، سمعت، قرأت. في أحد يقوم يقول لنا، وله جائزة. شوفوا جائزة، شوف في جائزة إليه، جائزة الأولية من هنا، لكن الجائزة الكبيرة منهم من علي. إيه، تفضل حبيبي. شو اسمك؟ سيد حسن. سيد حسن شنو؟ سيد علي كاظم الوداعي. ما شاء الله، وداعي أنت. زين، يلا أتحفنا بشيء يا ابن الوداعي عن أمير المؤمنين. زوج البتول. ممتاز. بعد وش لقب؟ لقب اللي مختص به وش هو؟ أمير المؤمنين. إيه، ما في أحد يشارككم. ممتاز. مين زوجته؟ زوجة أمير المؤمنين فاطمة. فاطمة جابت لنا إمامين معصومين. من هو؟ الحسن والحسين. وعندها فاطمة الزهراء، وعنده أمير المؤمنين بطلة يسمونها بطلة كربلاء. شو اسمها؟ زينب. صلى على محمد وآله.
تعالوا من الاولاد تعال. شوفوا الاحتفالات لا تهملون اولادكم. يعني يوم نسوي البرنامج يضيف فقره خاصه اليه. يعني اذا مو مثلا يعني انا باخذهم بس يجي على المنصه ولد من الاولاد. السلام عليكم، اكيد بعد داعي. الكرم والشجاعة. الكرم والشجاعة. تقدر تبيني كرم شجاعتك؟ يلا. قتل مرحب. ايه جزروا. ايه بعد شجاعة. الكرم يتصدق. تصدق. من الكرم إذا قدرنا من نفق وعطاء. ممتاز. بعد واحد الحين بس واحد من الشباب من الأولاد. إذا يقدر واحد شاب يبرز روحه يقوم لنا. شو اسمه؟ عبد الله محمود. بارك الله فيك. تكراري؟ لا بارباري. من باربار؟ إيه. على باب خيبر. على باب خيبر. باب خيبر. والحصن هزيت أركانه. الزايدة. والتقوية. وتقوكم. هذا البطل من أولاد الأبطال إن شاء الله. تفضل. من هو شاب من الشباب يجي يتحفنا بشيء عن ونحتاج بعد واحد شوي كبير يعني أكبر من الشاب. يبقى واحد شاب. يلا. واحد من الشباب. إذا ما في أحد من الشباب من هو يبغى يشاركنا من الكبار؟ من هو يشاركنا من الكبار؟ تستحون؟ في ترى جائزة ما عندي أنا جائزة ترى. أبو جلال. يلا صلوا على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الشريف؟ باقر سعد. باقر محمد سعد. أوه من بيت سعد. معروفين. إيه. شنو بتتحفنا عن أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين معروف بالشجاعة والكرامة، وعلي بالنسبة لنا أول مو رابع. وعجل أشياء. هذه إضافة مهمة. جيب لنا قصيدة. في عندنا قصيدة؟ شعر. واجد طويل؟ لا. ايش قد يعني كم واحدة؟ يعني برنامج سيبوها مو من ضمن البرنامج. هذا طالع عقيل أشعمي بعد طالع طالع عليه أشعمية يقول الشاعر عبد الله القرمزي: جيب لنا ثلاثة أو أربعة. إن الذي يهوى الجمال يتوق نحو الأجمل، والباحثون عن الكمال عيونهم للأكمل، وأنا عن المفضول مشغول بحب الأفضل، والعلم في شرف الفضائل في المقام الأول، ومدينة العلم التي سكنت بصدر المرسل، حسن أعز وقلعة الشرف الرفيع الأطول، وبحثت عن باب المدينة كي أفوز بمدخلي، أين الولي وكيف ندخل للنبي بلا ولي، باب من النور الذي يهدي لأطهر منهلي، وعليه مكتوب بخط جبرائيلي جلي، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليه.
صل على محمد. عيسى الوالد عيسى الصفار عندك شيء؟ أنا مع زوجتي. علي أبا حسن لو قدموا حظهم بل أخروا ما أخروا بل أخروا حظهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي أنا وأنت أبوي هذه الأمة، يا علي أنت قاسم الجنة والنار. علي وما أدراك ما علي، حبك يا علي بالقلب آمر، وأنا بحبك صرت مجنون آمر. بس قبلوا بعد ودعوه بالصلاة على محمد. نروح جولة سريعة جدا جدا في هذا البرنامج من مقاماته. هو أمير المؤمنين يقول في خطبته الشرشقية: ولا يلقى إلي طير. السلام عليكم. أنت زين؟ إيه. واجدا؟ إيه. زين. أنت مستانس الليلة؟ إيه. حقوة. ماما علي. خلاص أعطوه. منو بيتكفل بإعطاء هدية؟ يعني ولا لازم؟ يلا تكفل واحد بسرعة. عبد خلاص عيسى. إيه خلاص. خير ما فعل. يلا بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وآله: علي خير البشر وخير من أترك بعدي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وهو أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة. ولن يمضي على الصراط أحد ولن يجوز عليه إنسان إلا بإمضاء بعد. خلنا نروح إلى من مناقبه. أكيد تعرفون أنه ولد في البيت المشرف، ولما ولد فيه خر ساجدا ثم رفع رأسه الشريف فأذن وأقام وشهد لله بالوحدانية وللنبي محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ولنفسه عليه السلام بالخلافة والولاية. من وصايا كلها برامج. من وصايا لابنه الحسن المجتبى وصية قيمة مهمة: ثم إني أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله. أوصيك من ضمن الوصايا: أوصيك يا بني وقتها والعدل في الرضا والغضب وحسن الجوار وصلة الرحم وحب المساكين ومجالستهم والتواضع، فإنه من أفضل العبادة. وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلانيتك، وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل. وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به، وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك فيه. وإياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء، فإن قرين السوء يغر جليسه.
وجاهد نفسك واحذر جليسك، اجتنب عدوك واجتنب عدوك، وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الدعاء. واحنا في هذه الأيام في شعار للعلماء في المواسم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ورد عنه عليه السلام: ليكن زادك التقوى. ويقول: تجهزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى. ده انتهى وقت قلبي. ومن زهده يقول الإمام الباقر عليه السلام: استلم هو زمام رئاسة المسلمين، ولكنه كيف كان؟ ولقد ولي الناس 5 سنين فما وضع أجرة على أجرة ولا لبنة على لبنة ولا أقطع قطيعة ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلا 700 درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع لأهله بها خادمة. بعد مما جاء في شجاعته، خلينا نشوف. صلوا على محمد وآل محمد. في شجاعته انه يعرف. قال باب خيبر بعد قاتل مرحب مات على فراش النبي بعد غلب هواه. أنا مع الأسف خلني أطلع المنقذ، لازم أطلع عن شجاعتي. المنقذ، شوفوا هاي الفكرة كيف مرتبة يا علي. فكرة ترى جميلة جدا. خلني إذا تروحون إلى زيارة مهمة جدا من الزيارات العظيمة لأمير المؤمنين، زيارة يسمونها الغدير، اللي تبين عظمة أمير المؤمنين. موجودة فيها هذه العبارة: ولك المواقف المشهودة والمقامات المشهورة والأيام المذكورة. ففي يوم الخندق كانت ضربته كما عبر عنها رسول الله لضربة علي لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة. وكان هكذا أيضا الحاضر الأبرز في بدر وفي أحد وفي حنين وفي سائر المواقف والمعارك، وكان لا يبالي بالجموع أمامه، وهو الذي قال كلمته الشهيرة: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها. وهو القائل: فوالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محارب أمه. من أخلاقه ما أخذكم شيء بس واحد، ما أروح إلى حمة
عندما احتلت قواته وملكوا ماء الفرات وسار أصحاب معاوية في البيداء لا ماء لهم، قال له أصحابه وشيعته امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوه، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأيدي، فلا حاجة لك إلى الحرب. وقال لا والله لا أكافئهم بمثل فعلهم، يفسحوا لهم عن بعض الشريعة. أما في نفع أمير المؤمنين عليه السلام وإيثاره، ولقد أعتق من ماله 1000 مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار، مما كد بيديه ورشح منه جبينه. ومن نفعه كان يمشي إلى بيوت الفقراء ويطعم اليتامى بيده، حتى أن شخصا قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أطعم اليتامى بيده إلى درجة أننا كنا نتمنى أن نكون يتامى، بس حتى نحصل هذه المسحة. فإذا طلعت أيضا، وكان إذا صلى الفجر لم يزل معقبا إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس اجتمع إليه الناس فعلمهم الفقه والقرآن. ومن إيثاره قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انتهيت. فكرة بسيطة أنا حين أعطيتكم قطرة من منهاج أمير المؤمنين، لكن إذا فعلنا هذا البرنامج في بيوتنا كنا في غنى أيها الأحبة. فعل الفكرة تصير حلوة ولا هي معقدة وجميلة، وتقدر تخلي بناتك يشاركونك، أولادك يشاركونك، أصدقائك في المجالس يشاركونك. وأختم بهذه الرواية نستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يتمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتدي بعلي بن أبي طالب، وليعادي عدوه وليوالي وليه، فإنه وصي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد وفاتي، وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي. قوله قولي، وأمره أمري، ونهيه نهي، وتابعه تابعي، وناصره ناصري، وخاذله خاذلي. ثم قال صلى الله عليه وآله: من فارق عليا بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة، ومن خالف عليا حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار وبئس المصير. ومن خذل عليا خذله الله يوم يعرض عليه، ومن نصر عليا نصره الله يوم يلقاه، ولقنه حجته عند المساءلة. ثم قال صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إماما أمتي بعد أبيهما وسيدا شباب أهل الجنة، وأمهما سيدة نساء العالمين، وأبوهما سيد الوصيين. ومن ولد الحسين 9 أئمة، تاسعهم القائم: من ولدي طاعتهم طاعتي ومعصيتهم
معصيتي. سلام على صاحب النهي والفضل والطوائل والمكرمات والنوائل. السلام على فارس المؤمنين وليث الموحدين وقاتل المشركين ووصي رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته. وأطيب الكلام الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن. أحسنتم شيخنا، بارك الله فيك، وشكرا لكم سماحة الشيخ، حفظكم الله وأبعد عنكم يد السوء والعدوان ونفع بكم الكلاب والعباد. نحميكم شوية يعني تجاوزا إلى أبو محمد، يعني تفاعل إيانا شوية. قال الراوي إنه في ذكرى ليلة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أقيم احتفال بهيج في مأتم الشويخ مأتم باربار، أنيرت فيه أحلى المصابيح والزينات وتليت الأشعار والكلمات ووزعت الحلوى والمرطبات. فاستعدوا يا حضور لفقرة الأهازيج والجلوات مع الرادود القدير صاحب الصوت الجميل جعفر الدرازي. فاستغفروا يا كرام، صلوا على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر هذا المكان المكرم نتقدم إلى سيدنا ومقتدانا صاحب العصر والزمان وإليكم وإلى المراجع العظام وإليكم أيها الحفل الكريم بهذه المناسبة العظيمة، ميلاد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. الله يجعلنا وإياكم من الموالين والتابعين لآل بيت محمد وعلي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا عطروا بالصلاة القضاء، فإن الصلاة ترد القضاء، ولا تقنعوا بقليل الصلاة ليرضى الميامين فوق الرضا.
أعيد الصلاة لذكر النبي، أعيد الصلاة لذكر النبي كما عادت الشمس للمرتضى. وكل عن الفؤاد أرخى حجابه، فصلوا على الهادي ولوذوا بحيدر، فهذا الذي لم يغلق الله بابا. كان يدخلها من قبل حيدرة من مرسل وولي، فليبحث الناس عن أبواب جنتهم، فباب جنتنا حب الإمام علي. يا من تزين بذكره الجلسات، يا من لذات محمد هو ذاته، بأبي وأمي يا علي إذا جرى ذكر لكم تتشرفوا صلوات صلوات. صل على محمد وآل محمد. لكل نبي في الزمان خليل، لكل نبي في الزمان خليل، إليه عليه شاهدون ودليل. خليلي علي والخليل بحبه، خليلي علي والخليل بخله، فماذا ترى بعد النبي تقول؟ أخي حيدر صلوا عليه وآله، فإني إلى حب الوصي أميل. ومنه على الشمس الشهر أرد الجنة بلا علي يذبل، والله الجنة بلا علي يذبل، الجنة بلا علي يذبل. وردنا انت الجنة يا حامل، انت الجنة يا حامل، الله انت الجنة يا حامل.
العشق حلوة ومرة، كعبة حب علي أقصد وأمره، 6 مرات أطوفن. ما تعرفون الشعر؟ ها؟ تعرفون الشعر ولا يعني شنو؟ أمره مرة كلها ويا بعض ما تختلف كلها مرة ومرة وتمشي تصير وش بوذي يسمونها بوذية، والبوذية هي أبأدية مثل ما يقولون العراقيين، فهي في النهاية كلها ومرة وردها 3 مرات، والرابعة الحمية اللي لازمي مثل ما يقولون. يلا شباب وين نرفع الأيادي ونجاوب؟ يلا والله مرة جربت العشق حلوة ومرة، كعبة حب علي أقصد وأمره، 6 مرات أطوفن ومرة، 6 مرات أطوفن ومرة، 7 أشواط أدت التحية، 7 أشواط أدت التحية، 7 أشواط أدت التحية، 7 أشواط أدت التحية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أقول علي يعني علي، أنت شو تقول؟ تجاوبني هيهات ما ننسى علي، هيهات ما ننسى علي. وارد أقول أنت ذخري وأملي، علي نعمل الولي. بارك الله. خل المخ حاضرة علشان يكون الجواب صح. يلا علي يا نعم الولي، هيهات ما ننسى علي، وعلي ذخري وملي، علي نعم الولي، وعلي يا نعم الولي، هيهات ما ننسى علي، علي ذخري وملي، علي نعم الولي، علي نعم الولي. هالثنتين بس تجاوبون. علي يا نعم الولي، هيهات ما ننسى علي، وعلي ذخري وملي، علي نعم الولي، علي ذخري وملي، علي نعم الولي، علي نور من السماء وحل على الأرض، علي حب على البشر صاير فرض، علي هز بيبانهم طول وعرض، علي هز بيبانهم علي في كل دقة من قلبي نبض، علي صوتي يعتلي هيهات ما ننسى علي، علي يا نعم الولي، علي يا نعم الولي، هيهات ما ننسى علي، علي ذكري وملي، علي نعم الولي، علي سيف بيمنته ويغلبه، علي حسن الداعي جد المرحبا، ألف هني على اللي حيدر يكتبه، وألف هني على اللي حيدر يكتبه، علي للوالا حسن العاقبة، أحب حرز موئلي، هيهات علي حبي وموئلي، هيهات ما ننسى علي، علي ذخري وملي، علي نعم الولي، علي يا نعم الولي، علي ذخري وملي، علي نعم
مرحبا ألف هنيا للي حيدر يكتبه علي للوالا حسن العاقبة علي ما مثل بعد شفنا حسن علي من نوره اجا حسين وحسن علي والحبه يطب جنة عدن علي للي يربط اعظم وطن وعلي للي بغربته اعظم وطن يا ملايك هالميلي هيهات ما ننسى علي وعلي يا نعم الولي هيهات ما ننسى علي وعلي يا نعم الولي هيهات ما ننسى علي علي يا بحر الفضايل والكرم علي يا نبع الشمايل والقيم فخر لو قلبي بحبكم متهم فخر لو قلبي بحبكم خلي يحكموني ولا اعرف ندم يلي في الكعبة ولد هيهات ما ننسى علي يا نعم الولي هيهات ما ننسى علي وهيهات ما ننسى علي ما ننسى علي ما ننسى علي علي وعلي يلي تلوح لنا قبته واحنا كلنا ننادي نوصل لك متى علي يلي تلوح لنا قبته واحنا كلنا ننادي نوصل لك متى والفريضة تقول داخل حضرته والفريضة تكون داخل حضرته واللي يدعو منك تقبل دعوته ماكو غيرك مذهبي هيهات ما ننسى علي رغم أنف الناصبي هيهات ما ننسى علي حدك تعتبش عندك علي تاج مشيل عالراس عندك وقطش عندك يا علي يا اغلى الناس حدك تعتبش عندك علي تاج مشيل عالراس عندك وقطش عندك علي أغلى وأشرف الناس عاتب يلي بتعاتب لكن ما تهم قلبي العشق دايم عاشق واثق بحبي لو أجن جنونش عليكم عقلي بيدينا مو بيديكم أنا حيدر لي بحياتي وانتو تختارون اللي لكم وانتو تختارون اللي لكم اسكت يلتقوا مسكت كل كلام الضارب وثلاث عندك وقفش عندك علي أغلى وأشرف الناس حدك تعتبش عندك علي تاج نشيله عالراس عندك وقفش عندك علي أغلى وأشرف الناس عايش بس أحب اسمه ميت في هوى الغالي كيفي من أظل يمه وحده واضح قبالي من وعدكم مثل بصفاته حير الكون بمعجزاته من ولد بالكعبة الشريفة وبالمعاجز بدأت حياته فكني
داعي تكبكني جاحد وما عندك احساس، عندك وقفش عندك علي اغلى واشرف الناس، راجع سيرة اعلامك وارجع نقح السيرة، احلف راضي باسلامك عندك مبدأ وغيرة. الله شارك كل الحكاية وحب علي عنوان الهداية، لا صلاتك لا صوم نفعك إلا من تثبت على الولاية، إلا من تثبت على الولاية. فارق وابتعد فارق، لا ترى عرش الله تنداس، عندك وقفش عندك علي أغلى وأشرف الناس، حدك تعتبش عندك علي تاج وشيل عالراس، عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي مولاي، عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي مولاي. اكيد رفيع الصوت، النزله عشان الجواب فقط، يلا ارفعوا لي عالي علي عالي علي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي مولاي. يلا باللحن اكيد ان شاء الله. اذا في يعرفون من هذيلين لازم بارك الله فيك. عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي مولاي، عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي عالي علي مولاي. آخر مرة أعيد عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي مولاي. من خلق مثلك إمامي انت قرآن وعقيدة، انت اسم الله الأعظم، انت في قلبي نشيدة، انت طه وطه انت وثور نورك يا سميدة، يا نبأ عما وتبارك محور الأكوان بإيده، بيتك في قلبي سكن يا أبو الحسين وحسن، عالي علي عالي علي مولاي، عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي علي مولاي. الله مولدك عيدي يا حيدر ويفرح بعشقك فؤادي، وفي
بحر أشعار مدحك أبحر بموال شاري خذها وحبك شراعي ونغمة أمواجك تنادي يا هلا بنورك علينا جوهر الدين ويا غادي بحرك آيات وعلم سرك ما واحد يلم عالي علي عالي علي مولاي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي علي مولاي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي 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 مولاي آيتك بيت الله ممدك ولك جداري بيت شقق هل على القيامة تفخر وللحشر الوالي تبقى وعيسى لما بيه مريم رادت تتوضعه وتطلقه الله من قدسه أمرها تطلعوها النخلة تلقى ولدت من نادت علي عيسى مرهان الجليل عالي علي عالي علي مولاي عالي علي عالي علي 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 مولاي عالي علي 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 عالي علي 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 عالي علي 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 مولاي يا علي أشرقت بالكعبة شمسك وظل شعاعك في عرشك وبالحرم الأصنام طاحت والبشر من حول درشك تشوف طيب في سماها ومن ملك البيت دشك يحمل الأمة التهاني ويطلع الريحان طشة قبل جبريل الرسول هامك ويدك يا نبي عالي علي عالي علي مولاي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي عالي علي مولاي بنت سد صاحت تنادي حيدر اسمك وسدك والعلي من اسمك يا علي حروفك لودك مولدك مسرور هاشم ويا ابو طالب عمدنا والنبي بنجا جناحه يغنيها الحرة ولدنا بشرى والوصي والسند لأحمد انت كل عمل عالي علي عالي علي مولا عالي حبيبي عالي علي عالي علي يا حبيبي علي علي علي
علي علي علي مولا عيدها آخر وحدة علي الله علي علي لقمة حلال تشبع الجوعان وعلي ماي الزلال يروي كل عطشان وعلي ثوب العفاف يكسك هاخدها يوم الشدة مخلينا واليوم الشدة واليوم الشدة واليوم الشدة واليوم الشدة خلينا واليوم الشدة واليوم الشدة خلينا واليوم الشدة خلينا واليوم الشدة خلينا واليوم تاج على الراس علي ما مثله بالناس تاج على الراس ما مثله بالناس فاز اليوالي حول يعادي فاز اليوالي الله وتاج على الراس ما مثله بالناس تاج على الراس تاج على الراس ما مثله تاج على الراس ما مثله بالناس وفاز اليوالي خاب اليعادي فاز اليوالي ابو سد يا علي صاحب فضل واحسان صاحب عداله لو ما علي ما كان نور الرساله نور الرساله في سورة الرحمن شاحب جماله وبسورة الإنسان واضح كماله واضح كماله علي علي بدعاء شافي علي علي قلبه ابيض صافي علي علي بدعاء شافي علي علي قلبه ابيض صافي هون على الفوز علي هون على الفوز يمسح على الروح هون على الفوز ما مثله بالناس فاضت ايادي خاب اليعادي يا علي تاج على الراس ما مثله بالناس تاج على الراس ما مثله بالناس فاز اليوالي خاب اليعادي صوتك فاز حبيبي مثل النهر دبر والاماني تدبر باعماق سبع المثاني بمحبته ارزاق وقلب حاني من جمل الاخلاق وارقى المعاني علي علي ما ظلم اعداء علي علي ما تغيظ اصداء علي علي ما ظلم اعداء علي علي ما تغيظ اصداء ما يحمل احمر ما مثله بالناس وبخصمه ما راح دير النادي خاب اليعادي فاز اليوالي فاز اليوالي خاب اليعادي اقوى يا علي باكر يعني نخلص باكر ان شاء الله باكر لو شيء بسيط حاضر بعيوني
عقب النبي المختار ما حد يصل ما يحتار ميت بحلمه لو ما علي القرار والله لك شسمه عقب النبي المختار ما حد يصل يمه صار اسمه حامي الجارمي للعلم عزمه بحكامه ما يحتار ميت بحلمه لو ما علي القرار والله لك شسمه علي ينجرح ما يجرح علي تعشق نحط لك صح علي ينجرح ما يجرح علي تعشق نحط لك صح ما يكره بيوم للحبنا بعده بالغ معالي قابل يعادي وفازل يوالي يا الحور قومي هالهلي بنت اسد بتجيب هالليله عليه بنت اسد بتجيب هذا جواب بارك الله فيك هالهلي يا الحور قومي هالهلي يا الحور قومي هالهلي بنت اسد بتجيب هالليله عليه بنت اسد هالهلي يا الحور قومي هالهلي يا الحور قومي هالهلي بنت اسد بتجيب هالليله عليه بنت اسد بتجيب هالليله بنت اسد بشرب ماي وقت الجارة بنت اسد بتجيب هالليله عليه بعده الجواب بنت اسد بتجيب هالليله على بس هالهلي يا الحور يا مليك هالهلي يا الحور قومي هالهلي يا الحور قومي هالهلي بنت اسد بتجيب هالليله عليه بنت اسد بتجيب هالليله عليه وصلت للبيت وانشق الجدار والاملاك تقول لها تفضلي عوض الحايط ولكن انشطر سمي باسم الله يا فاطم وادخلي سمي باسم الله صار بيت الله لها روضة جنان وكل حورية تقول لها تدللي عالرقامة الحمراء صارت فاطمة واية الفرحة يا فاطمة رتلي هالهلي يا الحور قومي هالهلي يا الحور بنت اسد بتجيب بنت اسد نور الجلال مرتفع الا بضي المولى علي اجابته ونوره مثل شعة قمر ضمته وقالت دخيلك يا علي ضمته وقالت دخيلك يا علي نبت الولدان مثياب الجنان نادوا على الحور هالساعة انزلي نزلت الحور بحسن معدله لابسه والفرح ويا الحلي هالهلي يا الحور قومي هالهلي يا الحور قومي هالهلي بنت اسد بتجيب هالليله عليه بنت اسد بتجيب هالليله عليه كاشف الشدات والامر الثقيل علي اسم الله وجلال الله العليم يلا بلغنا نوصل حضرته كل هموم بحضرته هم تنجلي يلا ونلزم الشباك ونبوس الضريح تصحى انوار مثل النور الجليل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على
علي وآل محمد كأنك مرحبا حيو مرحبا فارس خيبر وحنين حيو مرحبا حيو مرحبا حيو مرحبا فارس خيبر وحنين حيو مرحبا اللهم بعرف قلبي وين والجبالي خبيتك جوا العين وانت الغالي نعني الشوق يا حبي لك ميالي يخزي العين شو عينك دوري لالي شي طوفان بيمينك من رجالي يا خير المشاي والخيال علي 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 الحب وحب امي وبي احيي حبك بقلبي وبي يا غاي بأي قصيدة أغني لك وبي يا غاي يا من النجوم غرقان بسماها يا غاي يا غاي وغيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا غيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا غيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. سماحة الشيخ سامحنا محمد غيرنا شوي اسلوب الله يحفظك الله يحفظك هاي اللي يبغي نعم ويا احد ما في فايده وانتم الغتمان الله يحفظكم يلا لا حد يزعل عام يلا يلا يا مال يا مال يا مال يا مال مركبنا معاي الحنين لو حاطت الحيتان ربانا حيدر علي ربانا حيدر علي وربانا شبل النبي العدنان ما من
خلاص اخلص راح اخلص يجيبونه بطريقه ايوه لها بعد رشفه ماء عشان يكشفونه. يا ما يلا خلينا نشوف النهار. يا مال يا مال حبيبي شهوات اعرفك هذا صاحبنا من زمان ناسي اسمه علي كان ها عبد الامير. احسن كنت وياي فصل شفت شلون طلع لك ما شاء الله عليك الله يحفظكم ان شاء الله. يلا مركبنا مركب وفاء مركبنا مركب وفاء والله ما ينكر العشرة ما ينكرها والله لما انا عبرت عشق ممزوجة بالعبرة والشيعي بس لون مو متعدد الالوان. خلص لو هبت العاصفة آخر يلا حباب يلا حباب يلا لو هبت العاصفة هالأمر ما يصعب. ليش ما يصعب ويانا حيدر علي وما يطبع المركب ويانا حيدر علي وما يطبع المركب وام الحسن فاطمة خير النسا ويانا لو صعد الموت بنظرة لطف ترعانه. عبد الأمير أشوف الرجل وام البنين الحنونة ام البنين الحنونة تظل رافعة الرأس تدعي معها حسن وحسين والعباس لو مال الإشراع ما بين الجزر والمدين عدى الإشراع علي وصلى على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. اخوتي يلا اخر شيء ليش من ينجاب اسمك يا علي خصمك يضيق والله ليش من ينجاب اسمك يا علي خصمك يضيق وليش من نحكي الحقيقة ينقلب ضمن الضجيج. انا مو طبع التماجم والزعل
أركان الحسين مثبت، أركان الحسين مثبت، والحسين مثبت. أنا أحكي بكل صراحة واستمع يا عاقلي، أنت جيب شمات ملكه وأنا جيب شمائلي. الله والله هاي الدنيا نقطة تصير يوم قبت، والله هاي الدنيا نقطة تصير يوم قبت. علي عنوان الغيرة، ها حيدر لا غيره، ها خليك بحيرة، خليك بحيرة، خليك بحيرة. والحسين مثبت أركان، الحسين مثبت أركان، والحسين مثبت أركان، والحسين مثبت أركان. آخر وحدة لو ملكت الدنيا كلها وسيطرت كل الجهات، ما أبدلها ويا كلمة رافضي حتى الممات. رافض الذلة بشعاري وعندي بس حيدر نجاة. ها خوتها والبايع دينه، ها لا يقرب لينا، ها احنا مجربينه، ها احنا مجربينه. لو صار الطق راح تروح، لو صار الطق، لو صار الطق، ولو صار الطق. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شاكر لكم هذا التفضل، شاكر لكم هذا الجواب الجميل. الله يعودنا وإياكم على أحسن حال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. القدير كفر الدراسي ورضا المرادي على المشاركة الفاعلة في حفل هذا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم. مع الجميع يعني نشكر على الشجاعة كل الوجهين لكم. الله